تخيل نعطيك الحل لعدة مشاكل في منتج واحد بس. من أهمها تشققات الرجلين، الناس اللي تعاني منها هلبة في كعب الرجل ملوطة وهلبة سولوني على العلاج بتاعها. الركب والرجلين بتبدأ سودة هلبة، وحتى الاسوداد اللي يجي في الركبة أو المرافق من مقاومة الأنسولين. الناس اللي تعاني من مقاومة الأنسولين، هذا كله في منتج واحد اللي هو اليوريا مع الساليسيليك أسيد. تخيل تركيز اليوريا 40% مع الساليسيليك أسيد 2%. تعتبر من أقوى التركيبات لتقشير وترطيب وتفتيح الجلد الخشن والمتشقق. فهذا العلاج ممتاز جدا وفي نفس الوقت سهل وآمن جدا. تركيز 40% من اليوريا باش يذوب الخلايا الميتة ويرطب ترطيب عميق للجلد. 2% للساليسيليك أسيد باش يدير تقشير ناعم للجلد ويفتح المسام باش الامتصاص يصير افضل واسهل. نجولي اهم شيء اللي هو طريقه الاستخدام، فركز هلبة فيها لانها تفرق في النتيجه اللي انت تبي توصلها. المكان اللي بتستخدم عليه الكريم لازم تغسله كويس وتجففه مليح، ولما تغسله اغسله بميه فاتره يعني دافيه شويه افضل. دير طبقه من الكريم على المنطقه وادهنها هيك بشويه باش تساعد في الامتصاص متاعها. لو تبي نتيجه افضل خاصه في منطقه الرجلين ملوطه الكعبين اللي هي بتبدا متشققه هلبة، لو تبي نتيجة أفضل ليها غلف المنطقة بعد ما تستخدم الكريمة. غلفها هو بالنايلون بتاع الماكلة، تقدر تغلفها به لمدة نص ساعة. بعدها تقدر تديرها بردة بالمبرد بتاع الرجلين أو حتى بالحجر بتاع القدم. استمر عليه لمدة أسبوع واحد، هتلقى فرق كبير جدا. خصوصا الناس اللي جربت كل شيء، أنا متأكد 100% وبإذن الله تعالى المنتج هذا هيفرق معك هلبة وهيعطيك النتيجة اللي أنت تبيها. إن شاء الله. لا بأس عليكم وربي يحفظكم. السلام عليكم.